السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أمور وللطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وصفة ديال اليوم جديدة في القناة إن شاء الله تعجبكم. الوصفة هي الخليع بطريقتي وبطريقة أمي الله يرحمها وبطريقة اللي كنوجدو حنايا في عائلتنا. إن شاء الله الطريقة تعجبكم. كناخدو القديد اللي يابس من قبل، كنديرو في واحد البانيو هكا وكنفزقوه، كنخويو عليه الماء عادي من الروبيني وكنخليوه حتى كيفزق مزيان. كتحيد منه هذيك الملحه اللي فيه، كنخويو عليه داك الماء وكنعاودوا له ماء واحد اخر جديد باش كنتاكدوا ان الملحه نقصات منه كاع ما بقاش مالح. كما كتعرفوا القديد كيكون مالح بزاف. هنا من بعد ما كيفزق مزيان وكنغسلوه مزيان، كنحاول نفركو هكا بيدي قبل ما نديرو هنايا في الكسكاس باش تحيد منه الملحه. وكندير واحد البرمه فيها الماء الكافي كيطيب. من بعد كناخدو كنديرو في كسكاس كيف ما كتشوفوا باش يتفور. كنغطيه بواحد البلاستيكه هكا، طبعا بلاستيك غذائي، وكنحاول نغطيه وكندخل داك البلاستيكه من الجناب باش ما يبقاش يخرج هذاك البخار، باش نضمن هنا ان القديد غادي يطيب مزيان. هنا لهاد البلاستيكه كتبقى تنفخ، ملي كيبقى يطلع البخار كتبقى تنفخ. ضروري خصنا نغطيوها مزيان، ومن الاحسن نديرو شي حاجه ثقيله من فوق الغطايه، طاجين ولا غطايه ديال الطاجين، واللي عندها المهراز دير طاجين وفوق منه مهراز باش يبقى هذاك الغطايه هكا راسيه، باش هذاك القديد يطيب مزيان وما ياخدش لينا وقت طويل في الطياب. يعني الا بقى كيخرج النفس راه كنعرفوا انه ما غاديش يطيب دغيا. كما شفتوا غطيته مزيان، غادي ندوز هنايا ناخذ الشحمه، غادي نقطعها على شكل هكا طولي، ومن بعد غادي نقطعها مربعات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، يعني طريفات صغار. ومن بعد هنا ما طاب هذاك القديد اللي كنديره في الكسكاس كيف ما كتشوفوا راه كيطيب مزيان، كنخويه في واحد القصعه حتى يبرد. هنا غادي نوريكم انه راه طايب مزيان كيف ما كتشوفوا. الا كان خلاص يعني اللحم فتي يعني صغير، راه دغيا كيطيب، ما كياخذش وقت طويل بزاف. كما كتشوفون راه طايب، ما خداش ليا وقت طويل. هنا غادي نخليه حتى يبرد مزيان، عاد ندوز للمرحله الثانيه باش نوجدوا الزيت اللي غادي يطيب فيه، يعاود يعني يكمل فيه طياب هذا القديد. هنا كناخذ الشحمه كنديرها في واحد الكوكوط وكنبقى نحركها حتى كتذوب، اولا العكس نديرو الزيت يسخن مزيان ونخويو فيه الشحمه حتى تذوب. يعني نتوما لكم الاختيار. هنا غادي تاخذوا مثلا الزيت القدر الكافي، خليط ما بين زيت الزيتون وزيت يعني زيت الروميه، وغادي ديروها فوق العافيه حتى كتسخن مزيان. تخويو عليها هذيك الشحمه وتبقاو تحركوا يعني مره دوزو هكا مغروفه ديال الخشب حتى كتذوب هذيك الشحمه وكيتبدل ليها اللون. غادي تشوفوا كل مره غادي نبقى نوريكم. هنايا اللون بدا كيتبدل شويه، شوفوا كل ما بدا الزيت كيغلى اللون بدا كيولي شويه ذهبي، غير كيولي اللون ذهبي غامق شويه صافي كنصفيوها، كنحيدوا هذيك الشحمه كلها وكنعصروها. هنا ضروري من تحراك باش هذيك الشحمه ما تحرقش، وفي نفس الوقت طلق هذاك ليدام اللي فيها. هنا كما كتشوفوا هنا راه اللون تبدل. خديت هاد المغروفه باش غادي نصفي هذيك الشحمه كلها وغادي نعصرها تاني هي. من بعد ما خديت هذيك الشحمه حيدتها، خديت هذاك القديد كله لحته في هذا الزيت وغادي نخليه كيغلى مزيان. انا كنعرف يعني قياسه حيت مولفه كنديروا. اللي ما عارفينش غادي تاخذوا واحد كلينكس وغادي ديروا شويه في هذاك الزيت وتشعلوا فيه العافيه. الا شعلت العافيه بالزربه راه الخليع راه صافي واجد، الا ما شعلاش يعني كيكون باقي فيه الماء خصو مازال طياب.
هنا الشحمه من بعد ما حيدتها غادي نعصرها مزيان كيف ما كتشوفوا، وغادي ناخذ هذاك الزيت اللي طلقت وغادي نزيدو فوق هذاك القميله ديال الخليع، وغادي نخليها تغلى مزيان حتى نحس به انه صافي راه واجد طايب. غادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد ونعمرو في قريعات ديال الزاج ونحطوه في الثلاجه ونقدموه بالطريقه اللي بغيتو، سواء بوحدو هكا غير تسخنوه بوحدو وتاكلوه مع خبيز اولا ديروه مع البيض، يعني كل واحد وكيفاش كيبغي. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.